رايح اصلي التراويح اهو دلوقتي، وحتى معايا بقى كوبايه القهوه عشان ابقى مأمن نفسي. الله أكبر الله أكبر. يا سلام، تعالي بقى يا غاليه كده، اهو الواحد يفطر بنفس. انت بتعمل ايه بس؟ مش متخيله كميه الصداع اللي ببقى فيها، ده انا اصلا والاذان بيأذن وبيقول الله اكبر بكون بجهز فيها. انت بتهزري ولا ايه؟ انا عارفه ان كلنا بنعمل كده، بس دي اكبر غلطه هتغلطها في حق جسمك. انت متخيل ان انت لما بتشرب القهوه في الوقت ده هتصحصحك وتفوقك كده بسرعه؟ اللي بيحصل العكس على فكره. خلال فتره الصيام معدتك بتبقى فاضيه وبتبقى حساسه، فانت محتاج حاجه ترطب جسمك مش تنشفه. الحاجه التانيه، انت كانك بتشرب القهوه على الريق او بتشربها على معده فاضيه. ده هيرفع نسبه الكورتيزول وهيخليك تحس بتعب مفاجئ، فبدل ما تصحصح هتبقى عايز تنام تاني. ايوه يا بنتي، يعني انا اشربها امتى؟ الموضوع بسيط يا سكتو. احسن وقت تشرب فيه القهوه هو بعد الفطار من ساعتين ل3 ساعات. يعني صلي التراويح كده واشربها. انت بتصلي، جسمك في الوقت ده بيكون امتص الاكل كله واستعد طاقته، وبيكون وقتها بقى مستعد للمزاج. جربوا الطريقه دي النهارده وقولوا لي فرقت معاكم ولا لا. يا اماني، رايح اصلي التراويح اهو دلوقتي، وحتى معايا بقى كوبايه القهوه عشان ابقى مأمن نفسي. بالظبط. والقهوه مش بس مود، القهوه